النهارده هوريكم تمرين اللي هو تمرين الروب باتل او الاحبال الثقيله. التمرين دوت في ناس كتير جدا بتعتبره ان هو تمرين كارديو. انا بالنسبه لي لا، انا ما بعتبروش تمرين كارديو، انا بعتبره واحد من اهم التمارين اللي بتدرب الدراع والاكتاف ان هي تعمل على انتاج قوه متواصله تحت الارهاق. في نوعين من الاكسرسايز او نوعين من التمارين لما بتيجي تلعب بالاحبال الثقيله. في واحد منهم ودي معظم الناس اللي هي بتعملها وهي الويفز او اللي هي طريقه الامواج وانت بتشغل دراعاتك الاثنين. وفي الطريقه الثانيه وهي دي اللي انا بفضلها وهقول ليه، ان هي طريقه السلامز، ان انت بتبقى بتشغل بدراعاتك الاثنين وبتطلع فوق راسك وبتنزل بتهبدها تاني على الارض بشكل متواصل. مطلوب منك انت بتعمل 30 ثانيه متواصله بدون توقف، وبعد كده بتريح دقيقه ما بين كل مجموعه والتانيه. مطالب منك تعمل من 4 مجاميع ل5 مجاميع. طيب خليني اقول لكم على الفرق ما بين نوعين التمرين، الويفز والاسلام لتمرين الاحبال الثقيله. الويفز الدراعات عندك بتشتغل كعامل مساعد فقط، ولكن في الاسلامز اللي احنا لسه عاملينه جسمك كله بيشتغل كنظام. دايما رجليك في وضعيه الدفع، الحوض عندك دايما بيمتد، الجذع بيلف، الدراعات والاكتاف بتبقى شغاله بشكل متواصل ان هي توصل الطاقه الانفجاريه اللي طالعه من جسمك. ده بالظبط شبيه لتمرين الوول بول اللي كنا عملناه قبل كده، ولكن الفرق ما بينهم ان التمرين دوت انت بتبقى شغال 30 ثانيه بدون توقف، اما تمرين الوول بول تقريبا بتبقى شغال ثانيتين لكل عده. طيب ده معناه ايه؟ ده معناها ان انت بتعود جسمك ان هو يعمل على انتاج قوه انفجاريه بشكل متواصل تحت الارهاق. طيب ده ازاي هيفيدني في حياتي اليوميه؟ في ان انت تشيل ابنك على كتفك لمده طويله جدا، تساعد والدتك ان انت تشيل شنط كتيره جدا لمسافه طويله، اتاخر على الرحله بتاعتك وبتجري بشنطه السفر لمده طويله. كل المواقف دي بتحتاج منك ان انت تعمل تحت الارهاق بشكل متواصل. فتمرين زي التمرين دوت هيساعدك ان انت تكون جاهز لمواقف زي ديت. جربوا ان انتوا تزودوا التمرين دوت مع تمارين الجيم اللي انتوا بتعملوها من 2 ل3 مرات في الاسبوع، وعرفوني رايكم ايه في الكومنتات. شكرا ومع السلامه.